مكان جوليان بالقرب من مدينة رشيد عثر على حجر من البازلت الأسود طوله 144 سنتي، عرضه 75 سنتي ونص، سمكه 27 سنتي ونص، وقد تهشم جوانبه، فقد أجزاء من قمته، اتسجل على وجهه نقوشا كتبت بلغتين، اللغة المصرية القديمة كانت غير معروفة في ذلك الوقت، واللغة اليونانية القديمة كانت معروفة للعلماء والمتخصصين. نقشت اللغة المصرية القديمة بخطين، الخط الهيروغليفي باقي منه 14 سطر فيه القسم العلوي من الحجر والخط الديموطيقي، وده بيتكون من 32 سطر. وبيشمل القسم الأوسط من الحجر، وأخيرا النقش اليوناني، وده بيشمل 54 سطر، وبيمثل الجزء الأسفل من الحجر. استولى الإنجليز على الحجر دون عام 1801، أصبح الآن واحد من تحف المتحف البريطاني. الدكتور زاهي حواس لا يألو جهدا في المطالبة باسترداده من المتحف البريطاني، وأنا اشتركت في الحملة اللي قدرت تجمع ما يقرب من 215,000 توقيع إلكتروني علشان نسترد الحجر دون. نقش على هذا الحجر قرار الكهنة المصريين بتكريم الملك بطليموس الخامس المعروف باسم إيبافانيس باللغة المصرية القديمة، مع ترجمة له باللغة اليونانية. ده ساعد في حل لغز اللغة المصرية القديمة، وبيرجع حجر رشيد للعام التاسع من حكم الملك بطليموس الخامس، يعني سنة 196 قبل الميلاد. حاول مجموعة من العلماء والهواة مطابقة النص المصري بالنص اليوناني. نجح البعض في رصد بعض أسماء الأعلام في النص الديموطيقي والتعرف على بعض الحروف وما يقابلها في اللغة اليونانية. نذكر منهم الدبلوماسي السويدي آكاربالد اللي توصل عام 1802 لمعرفة أسماء الأعلام وبعض الكلمات الديموطيقية. وفي عام 1814 توصل عالم الطبيعة الإنجليزية توماس يانج لمعرفة 86 مجموعة صوتية، ذلك بمقارنة الخط الديموطيقي باللغة اليونانية، إلا أن أغلبها كان غير صحيح، كما أثبت أن النقش الهيروغليفي به كلمات تصويرية بجانب علامات صوتية. هذا ما أوضحه آكاربالد في الديموطيقية،
كما توصل لمعرفة الخراطيش الملكية استطاع انه يقرأ اسم بطليموس واسم تحتمس من نقش آخر. بهذا كاد توماس انه ينجح في الوصول لحل رموز اللغة المصرية القديمة، لكنه لم يتابع البحث في هذه اللغة، واللي كانت بالنسبة له هواية مؤقتة تابع أبحاثه في الطبيعة. على أن أعظم اسم مقترن بحل رموز اللغة المصرية القديمة هو العالم الفرنسي الشاب جان فرانسوا شامبليون، واللي كان أكثر الناس توفيقا في حل هذه الرموز، بل وبيعتبر أنه هو العالم اللي وضع الأسس الصحيحة لمدرسة اللغة المصرية القديمة. امتاز شامبليون بقدرة فائقة على تعلم اللغات. الفترة دي بيكلمونا على واحد اسمه ابن وحشية، وبيدعوا كالعادة انه عربي ومسلم، وهو اللي اكتشف اللغة المصرية القديمة وقدر يترجمها، وهو كان في العراق. فده نوع من انواع العتا الفكري. كان بيجيد اللغة العربية والعبرية وهو في السنة 12 من عمره. كان يتقن اللغة القبطية، الفارسية، السنسكريتية وهو عنده 18 سنة. حصل في نفس الوقت على وظيفة أستاذ للتاريخ القديم جامعة غرينوبل المنشأة حديثا في ذلك الوقت. استطاع شامبليون بعد عمل استمر 10 سنوات من حل اللغة المصرية القديمة، توصل إلى أن العلامات اللي وجدت داخل الخراطيش المنقوشة على حجر رشيد تتضمن اسم الملك، واستطاع بالمقارنة مع نصوص أخرى مصرية ونصوص يونانية أنه يتوصل إلى أن بعض العلامات الهيروغليفية ليها قيمة الحروف الأبجدية، كما أن بعضها الآخر مقاطع صوتية مركبة، وبعضا ثالث بيمثل كلمات محددة. واستمر العلماء في البحث والدراسة حتى تم لينا كشف أسرار اللغة المصرية القديمة اللي أماطت اللثام عن سر الحضارة المصرية، رفعتها إلى مصاف العلوم التخصصية، أصبحت علما من علوم الدراسات التاريخية والأثرية، وبتدخل ضمن علم المصرية. طبعا ما ننساش ننوه إن اللي حرق مكتبة الإسكندرية عمرو بن العاص اللي غزا مصر مدعي إن هو بيفتحها لأغراض دينية، إلا إنه قعد 6 أشهر يحرق في البرديات اللي كانت موجودة في مكتبة الإسكندرية بينه وبين عمر بن الخطاب مراسلة بيقول له أنا لقيت كتب. رد عليه عمر بن الخطاب وقال له لو فيها حاجة قريبة من القرآن فاحنا عندنا القرآن، ولو